السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل اختبار على مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، اختبار شهر أكتوبر. ويلا بينا نشوف ثانيا القراءة. واحد، القراءة متحررة المحتوى. اقرأ ثم أجب. الصلب هو واحد من أكثر المواد استخداما في الإنتاج السنوي، يقدر ب1,300,000 مليون طن، وهو العنصر الأساسي في قطاع البناء والمعدات والسفن والسيارات والماكينات والتجهيزات المنزلية والأسلحة، وأنتج الصلب باستخدام طرائق مختلفة في عصر النهضة بفترة طويلة، لكنها لم تكن طرائق فعالة. أصبح استخدام الصلب أكثر شيوعا بعد تطوير طرائق إنتاجه في القرن ال17، بعد اختراع طريقة بسميرة في منتصف القرن ال19، والتي جعلت عملية إنتاج الصلب بكميات ضخمة غير مكلفة. وحتى الآن لا يزال يتم تصنيع الصلب الحديث باستخدام تقنية تعتمد على عملية بسيمر. هذا النوع من الحديد الصلب القوي كان ضروريا لتطوير ناطحات السحاب والسكك الحديدية وأعمال البناء وصناعة عسكرية اللازمة للدفاع. طيب يا مس، ندخل على الأسئلة. رقم ألف، اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين فيما يلي. واحد، المقصود شيوعا حاجة شائعة، يعني حاجة انتشار. فائدة، إنتاج. مبيعا، حاجة شائعة يعني حاجة أكثر انتشار. اتنين، جمع الصلب، الصلبان، أصلب، الثانية والثالثة. جمع الصلب اللي هو الصلبان وأصلاب، فهتبقى أصلاب وأصلبوا. طيب، أو أصلب، فجمع الصلب الثانية والثالثة اللي هي أصلاب وأصلب. ب، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. واحد، لم يسهم الصلب بشكل كبير في ظهور ناطحات السحاب. طبعا خطأ. ليه؟ لأن الصلب أسهم بشكل كبير في ظهور ناطحات السحاب. اتنين، لا يزال الصلب الحديث يصنع باستخدام تقنية تعتمد على عملية بسيمر. طبعا صح. رقم ج، اذكر بعض الصناعات في محيطك المعيشي تستخدم الصلب. طيب، عايزنا هنا نقول بعض الصناعات في محيطنا بيستخدم الصلب. طيب، هنقول مثلا في في البناء، عمليات بناء المنازل. طيب، وإيه كمان؟ وصناعة السفن والسيارات. تمام. شوف اللي بعد. 2، من درس كبرياء طفل. ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ. ألف، اختر الإجابة الصحيحة. 1، مرادف تنطوي، تتكتم، تتخفى، تحتوي، تتثنى. أنا بنطوي على حاجة يعني بعمل يعني. طيب، 2، مضاد عجيب، مقزز، منفر، مرغوبة، مألوفة. حاجة عجيبة عكسها حاجة أو المضاد بتاعها مألوفة. 2، جمع نفس، نفوس، أنفاس، نفائس، نوافس. جمع نفس نفوس. طيب، ب، ما مناسبة هذا الاحتفال؟ حصول بعض تلاميذ المدرسة على الشهادة الابتدائية. يبقى مناسبة هذا الاحتفال اللي هو حصول بعض التلاميذ على الشهادة الابتدائية. ج، وضح سبب استدعاء مصطفى كامل أمام الضابط ومدرسي المدرسة وما أجاب. طيب، وضح سبب استدعاء مصطفى كامل. وبقوله لي في التعليقات. طيب، د، من قصة كفاح شعب مصر. 1، تخيل الصواب مما بين القوسين. أغار الهكسوس على مصر من الجنوب، الشمال، الشرق، الغرب. الهكسوس هجموا على مصر منين؟ طبعا من الشمال. طيب، وصل زحف الهكسوس إلى محافظة حالية الفيوم، المنيا، الغربية، الشرقية.
الهكسوس وصلوا زحف المدينة أو لمحافظة تسمى حاليا محافظة إيه؟ محافظة الشرق. 2. للهكسوس عدة مساوئ اذكر بعدها. هم كاتبين لنا هنا مساوئ الهكسوس. احنا عارفين أو أخدناها في الدراسات، طالما محتل دخل بلد ما هيش بتاعته أكيد هيدمرها. يبقى تدخل الهكسوس في شؤون مصر وعملوا على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته وإضعاف كلمته، وراحوا يظلمون الناس وينهبون أقواتهم ويسرقون أموالهم ويشردون أبنائهم ويسخرون من عاداتهم وتقاليدهم، وبلغ بملكهم أن يسخر بملكهم أي يسخر من سكن رع أمير طيبة. إحنا عارفين إن سكن رع أبو مين؟ الملك أحمس اللي هو حرر مين؟ اللي هو حرر مصر من الهكسوس. 3. وضح دور المرأة في الكفاح من أجل الوطن من خلال شخصية إيا حتب. وإحنا عارفين شخصية إيا حتب دي تبقى مين؟ اللي هي زوجة سكن رع ووالدة مين؟ والدة الملك أحمس، حيث كان لإيا حتب الفضل في دفع زوجها إلى ساحة الشرف، وبعد موته شجعت ابنها الأكبر كاموس على مواصلة الحرب. ولما مات الملك كاموس دخل بعده أو حثت ابنها الثاني أحمس اللي هو ينتصر على الأكسوس ويطهر الصعيد منه، ثم مات وخلفه أخوه مين؟ أحمس. هو احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو انتصر على الهكسوس وطردهم شر طردة منين؟ من مصر. طيب يا مس، ثالثا النصوص. 1. من نص النصائح غالية، قال تعالى: واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. مرادف اقصد، وفر، أبط، اعتدل، أسرع. أقصد من مشيك أو أقصد في مشيك، أنا بقصد في مشيتي يعني بعتدل فيه. 2. مضاد أنكر أو أنكر، أقل، أخفض، أصغر، أجمل. عكس حاجة منكرة أو حاجة صوتها وحش، يبقى عكسها حاجة حاجة صوتها أجمل، يبقى مضاد أنكر أجمل. ب. تدعون الآية الكريمة إلى سلوكين حميدين، ما هما؟ طيب الآية الكريمة هنا بتدعونا لسلوكين، هما الاعتدال في المشي، اللي أنا أكون ماشية معتدلة، لا أتحرك يمين ولا شمال ويبقى ولا مشيتي معوجة ولا أطلع أجري ولا أمشي مثلا بالراحة، لا، يبقى مشيتي معتدل، لا بالراحة ولا سريع. وخفض الصوت، اللي أنا ما ينفعش أمشي طول ما أنا ماشية على صوتي وأزعق وأعمل مشاكل، لا، الواحد يمشي في اعتدال وفي نفس الوقت يخفض الصوت. ج. ما الجمال في قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ الجمال في قوله إن أنكر الأصوات أسلوب مؤكد إن أسلوب أداة تأكيد إن ينفر من رفع الصوت، حيث شبه رافع الصوت بالحمير. إحنا عارفين أعزكم الله الحمير هو اللي صوته عالي، فعشان كده بيؤكد إن ما ينفعش الواحد يرفع. دال، اذكر من النص آية يوصي فيها لقمان ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والصبر على البلاء. احنا عارفين ان سيدنا لقمان كان زي حكيم، ربنا اتاه الحكمة، فلا كان نبي ولا كان رسول، عشان بس الناس اللي بتقول سيدنا لقمان كان ربنا كان عاتله الحكمة، فسيدنا لقمان كان بيقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. طيب 2. من نص عهد الطفولة. عهد الطفولة لا يبارح بالي بل لا يغادر خاطري وخيالي، لا ما حننت إلى براءة لهو، لا ما ذكرت تبختري ودلالي. ألف، اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. 1. جمع خاطر، عايزنا نجمع هنا خاطر، مخاطر، خاطرات، خطورات، خواطر. جمع خاطر جمع خاطر خواطر. طيب 2. مضاد يغادر، يبقى، يستمر، ينتهي، يتجدد. مضاد المعنى يغادر، انا واحد بغادر يبقى معناها اللي هو او عكسها مضاد يبقى عكس، مش المرادف، معلش. المضاد يغادر، واحد بيغادر، عكسها واحد عكسها واحد يبقى. 2. مرادف، هي دي اللي كان قصدي عليها، معلش. مرادف تبختري او تبختري، تكبري، اعجابي بنفسي، اهتمام بنفسي، مغالاتي. تبختري اللي هو اعجابي. اشرح البيتين باسلوبك.
ممكن نقول إيه؟ إن الطفولة، عهد الطفولة، أيام الطفولة ما بتروحش عن بالي، بل لا يغادر خاطري وخيالي، يعني ما بيروحش من خيالي خالص. لا ما حننت إلى براءة لهو، لا ما ذكرت تبختري ودلالي. اكتبوها أو اشرحوها بأسلوب. ج. ما قيمة استخدام المضارع في البيت الأول؟ قيمة استخدام المضارع اللي هو يبارح ويغادر. طيب احنا بنستخدم المضارع ليه؟ لأن المضارع بيدل على الاستمرار والتجدد واستحضار الصورة. يعني المضارع اللي هو المستمر، الاستمرار، فبتؤدي الايه او اللي خلى الشاعر يتكلم بصورة المضارع لأنه بيدل على الاستمرار والتجدد واستحضار الصورة. د. عطف دلالي، دلالي على تبختري يفيد نقاط أكمل. طيب عطف الدلال على التبختر، هما الاتنين بيدلوا على ايه او بيفيدوا ايه؟ بيدلوا على سعادته واستمتاعه بطفولته، يعني الشاعر كان مستمتع وسعيد بالطفولة بتاعته. طيب رابعا النحو، اقرأ ثم أجب. إن العمل هو طريق لتنمية الشخصية، فاعط عملك معظم تفكيرك وحاول أن تسلك طريقك إلى المهنة التي تحب ممارستها، واعلم أن قيمة هذا العمل للمجتمع. ألف، اختر الإجابة الصحيحة أو الإعراب الصحيح. العمل مبتدأ ثاني، اسم إن، خبر إن. طيب العمل جاي قبلها إيه؟ إن وأخواتها اللي هي إيه؟ إن العمل. طيب اللي بيجي بعد إن اسم إيه؟ اسم إن. يبقى العمل عندنا هنا إيه؟ اسم إن. يبقى اللي بيجي بعد إن إيه؟ اسم إن على طول. 2. الشخصية هو الطريق لتنمية الشخصية، اسم مجرور، فاعل مضاف إليه مفعول به. طيب لتنمية الشخصية، الشخصية هنا تتعرب إيه؟ تتعرب مضاف إليه. طيب 3. أعطي، فاعطي عملك معظم تفكيرك. أعطي هنا فعل أمر مبني على إيه؟ السكون، الفتح، حذف النون، حذف حرف العلة. فهنا كاتبين إيه؟ فأعطي كسر، فإحنا حذفين هنا المفروض ياء فأعطي. طالما حذفنا الياء اللي هي أصلا من حروف إيه؟ من حروف العلة، فلما حذفناها يبقى مبني فعل أمر مبني على إيه؟ على حذف حرف العلة. ب. استخرج من الفقرة السابقة 3 أسماء معربة. أسماء معربة يعني معرفة، زي إيه؟ العمل فيها ألف ولام، وقيمة، والطريق. طيب رقم 2 3 أسماء مبنية، وبين نوع مختلفة وبين كل نوع كل منها. يعني هو عايزنا نجيب هنا 3 أسماء مبنية بس يكونوا مختلفين. مبنية يعني مبني على السكون أو الضم. طيب عندنا مثلا هنقول إيه؟ ممكن نقول هو. طب مش ده ضمير؟ طيب يبقى رقم 1 هو. رقم 2 عندنا التي، اللي هي فين؟ التي اهي، مش ده برضو ضمير؟ اسم موصول. وهذا اسم إشارة، قيمة هذا الإيه؟ هذا العمل. يبقى 3 أسماء مبنية، هو والتي وهذا. 3 فعلا معربا واجعله مبنيا، تسلك، اسلك. طيب ج. إن الذي نجح كان مجتهدا، اجعل الاسم الموصول معربا في جملته وغير ما ينسى. إن الذي نجح كان مجتهد، عايزة نخلي الاسم الموصول معرب. طب نخليه معربا ازاي؟ هنقول إن اللذين نجحا كان إيه؟ كان مجتهدين. طيب د. اجلس نقط يجلس أبوك، ضع ظرفا مبنيا وبين علامات بناء. طيب رقم د اجلس إيه؟
اجلس حيث يجلس أبوك. مش عايزين نضع ظرف مبين، فنقوم اجلس ايه؟ حيث يجلس أبوك. تمام. أو حيث اللي هي علامة بناء اللي هي الضم. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات مع الموعد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين ربنا يصبرهم وينجيهم وينصرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.